لا تدع للسلبية مكانا في حياتك، حتى أمورك التي لم تكتمل هي بيد الله. قد تكون ضاعت فرصة، لكن أيامك القادمة ستنبع منها الفرص. تأمل الأشياء الرائعة في حياتك، فمن يقرأ سورة يوسف بتأمل يجد أن نبي الله يوسف كان يحبه أبوه، وهو شيء جميل. فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى في البئر. إلقاء نبي الله يوسف في البئر شيء فظيع، فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز. وإكرام نبي الله يوسف في بيت العزيز شيء رائع، فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن. دخول نبي الله يوسف السجن شيء بشع، فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. تسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك، فلا تشغل نفسك به، ودعه لخالقه يسيره كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيبك بالإحباط ولم تفهم الحكمة منها، فلا تيأس ولا تتذمر، بل ثق في تدبير الله، فهو مالك هذا الكون، وهو خير مدبر للأمور.